السلام عليكم. سنة تالتة. تعمل ايه لو في مواد لسه ما اتفتحتش؟ احنا في تاريخ الفيديو ده اللي هو 11/2 في ناس لسه في مواد ما فتحتهاش. هنعمل ايه؟ اولا بس بعتذر لكم على الصوت، يعني انا بقالي فتره تعبانه، بس الفيديو ما كانش ينفع يتاخر عن كده، يعني لو كان اتاخر ما كانش هيبقى له لازمه. طيب، انا دلوقتي كطالب ثانويه عام في مواد ما فتحتهاش، اعمل ايه؟ حضرتك قدامك 3 شهور بالظبط تظبط نفسك. يعني احنا عندنا شهر 3 كله و4 كله و5 كله، بواقي 2 واوائل 6 دول احنا مش هنحسبهم، يعني عشان لما يكون معاك وقت كافي احسن ما تزنق نفسك. فاحنا معانا 3 شهور، يعني الماده اللي انا ما فتحتهاش دي عايزه لها 3 شهور. طيب هنعمل ايه؟ هنقسمهم شهر او شهر ونص تحاول تخلص فيه الماده، وشهر ونص او الشهرين الباقيين تراجع فيهم. طب هنعمل كده ازاي؟ على سبيل المثال الماده اللي كلكم تقريبا، يعني كل اللي بيبعت لي انا ما فتحتش الانجليش ليه ومغضوب عليه مثلا، ما هو ماده يا جماعه، ما هو لازم يعني. وعلى فكره انا قلت لكم كذا مره الناس اللي معايا على التليجرام، الانجليش مادة حلوة قوي تتقفل، لانك لو اجتهدت فيها حفظت فوجاب، جرامر، سكيلز، حاجات من بره المنهج كده، انت بسهولة تقفلها. الانجليزي من المواد اللي فعلا فعلا يعني هتديك، فبلاش تهملوه. ايه ما فتحتش دي؟ لا، هنبدأ كده نمسك مثلا الانجليش كاكزامبل. انا ما فتحتش الانجليزي، اعمل ايه؟ قدامك 12 وحدة، تمام؟ طيب طبعا القصة دي ايه على جنب كده. 12 وحدة هنعمل فيهم ايه؟ 12 وحدة مطالبين يخلصوا في حوالي 4 أسابيع، يعني انت عندك كل اسبوع 3 يونت. طبعا ده اوفرلود، بس يعني احنا هندي الانجليش ممكن نديله شهر ونص للناس اللي مش تقدر تخلصه في شهر، وهقول لكم برضو ازاي تخلصوه في شهر. يعني احنا ندي حوالي ايه 6 اسابيع للانجليش بمعدل كل اسبوع 2 يونت. هعمل ايه في الاتنين يونت؟ اول حاجه انت مثلا هناخد اليونت الاولانيه دي، هل بقى ابدا اجيب شرح بقى وكده اكني من الاول؟ لا طبعا، انت مش هتخلص بالطريقه دي. تعمل ايه؟ تكتب على اليوتيوب اهم مثلا الكلمات في يونت 1، تفتح لك الفيديو، هتلاقي بقى الكلمات اللي هي اهم حاجه في الوحده. طب ليه انا بعمل كده؟ عشان الاول انت تفوكس على المهم، والباقي احنا هنلمه في المراجعه. لان انت لو دخلت في بحر الديتيلز والتفاصيل وكاني بادئ، يعني الكلام ده قلت لو انت بادئ حضرتك من 9 ولا من 10 زي ما الناس بدأت، لما يجي شهر 2 انت عايز ديتيلز، لا مفيش ديتيلز خالص. انت الاول احنا يعني خطه ما يمكن انقاذ ما يمكن انقاذه. احنا بنعمل ايه؟ اللي يقدر ايه يعدينا من الورطه دي، وان شاء الله نعدي كويس يعني. هتعمل ايه؟ هتجيب اهم كلمات يونت 1 وتحفظها، هيطلعوا حوالي في حدود 30 كلمة. 30 كلمة دول تقعد تقسمهم بقى، يعني تقسمهم خمسات، تقسمهم عشرات، المهم في حدود اليونت انت تبدأ تحفظهم. طيب حفظنا اللي هي الاهم الكلمات، ندخل على شرح الجرامر. يعني مش هجيب اهم الجرامر، انت الجرامر كله يعني تخلصه. بعد ما جبت الجرامر سجل نوتس، يعني حاول ده كله مثلا الكلمات والجرامر وكل حاجه تاخد يوم تقعد عليها تخلصها عشان تنجز، لان دي ماده مظلومه ومحتاجه لها شغل مكثف. انا حضرتك كانت هتجيب شرح الجرامر ماشي، وبعد كده اقلب هات السكيلز. خلصنا، هات تمرينات على الوحده الاولى، او يعني فاهم اللي هو ايه، تحل بقى تشوف يعني اللي تحله تمام خير وبركه، اللي ما تحلوش تكتبه، او تشوف مثلا ايه اللي كان واقع. الطريقه دي خليك انت هتعمل الوحدة او هتنجزها بنسبة مثلا 70%. حلو جدا، ده حلو جدا. تخلص وحدة 2 3، خلصت 3 مثلا، اقف اعمل ايه ريفيجن بعد كده، وحدة 2 3. الطريقة دي ميزتها ايه؟ انك تخرج من دوامة انا ما بدأتش، اللي هو ستيب بس. يعني انت تاخد مجرد ما بتاخد ستيب في الموضوع، الموضوع بيبقى تمام كل حاجة. انما طول ما انا قاعد انا ما بدأتش الانجليش وقدامي 12 وحده، فيعني ما فيش، يعني هتلاقي احباط وكوارث من كل حته. وكذلك مثلا لو في ماده زي يعني اللي يتطابق على الانجليش او ينطبق على الانجليش ينطبق على الفرنش او ينطبق على اللغه التانية، نفس النظام هتعمله في الانجليش. طيب ما بداتش مثلا حاجه زي الاحياء، في ناس ما بداتش الاحياء، تعمل ايه؟ هات فصل مثلا كل يومين فصل، يعني انا همسك الفصل يومين، هسمع، هفضيله كده 3 ساعات في اليوم، ساعتين شرح وساعة حل، ساعتين شرح وساعة حل. انا بسمع. طب والساعة الحل دي انت مش هتحل، اوعى تحط ايدك في حاجة دلوقتي. الحل في فترة المراجعة، انت بقى خلصت يعني عملت المنهج نقول مثلا 70 65%، تدخل بقى تراجع كده، تعرف تبدأ تراجع لانك على الاقل عامل المنهج نص عامله كده. انما هتدخل كده تقعد تبحر في بحر الديتيلز بتاعت المنهج مش هتخلص. زي ما انا قلت الخطه دي يعني زي أو الطريقه دي طريقه انقاذ الناس اللي لسه ما بداتش وعايزه تلحق نفسها. بعد كده يعني انت مثلا لو حبيت تلم على شهر مثلا نص 3 او كده في حاجه لسه ما بداتهاش، هيبقى صعب جدا، صعب والله. يعني انا والناس كمان يعني انا عايزه بس تقول كلمه للناس اللي هي ايه،
انا لسه ما بداتش خالص، يعني في ناس حاليا لسه ما بداتش خالص، لسه ما بداتش ثانويه عامه وعايزه تبدا وحاطه عينها على مجموع طب، ايا كان اللي ما خليكش تبدا، يعني سواء مثلا ظرف عائلي، سواء حاجه حصلت، ايا كان الكونديشنز اللي انت اتحطيت فيها وعايز تبدا من دلوقتي وتجيب مجموع طب، بلاش، اسمعها مني، بلاش، واجل السنه افضل، او اقسمها، خد مثلا مادتين خفاف، فرنش وحاجه كمان كده معاه، بحيث انك تخف على نفسك. طب ليه ده كله بيقول بدأ من شهر 4 ولا بدأ قبل الامتحان بأسبوع وجاب 99%؟ انا مش فاهمه بيقولوا الكلام ده يعني ازاي. المفروض يبقى في امانه ان انا اطلع اقول حاجه، مش عشان يعني اعمل بروباجندا وخلاص ان انا اقول الكلام ده. في ناس راحت في داهيه بسبب الكلام ده، في ناس صدقوا الكلام ده وبعدين لقوا نفسهم جايبين 70%، وطالما نجحت خلاص انت مالكش حاجه، يعني انت خلاص نجحت في الثانويه، اقف بقى عيط تشقلب على رجلك، يعني اقف اعتصم قدام الوزاره، انت ما ينفعش تعيد السنه تاني. فعشان يعني نصيحه اللي حاطط عينه على كليه عاليه ولسه ما بداش لحد دلوقتي، يعني نصيحة مني، أنا لو مكانكم والله هأجل السنة، عشان أنا مش هضيع ده كله. فزي ما قلت، لو في حد مثلا مادة أو اتنين أو حاجة تلمهم وهتبقى الدنيا تمام وكل حاجة. طيب أنا ميح خالص، حضرتك استنى للسنة الجاية، فما تغامرش انك ايه تقول يا ريتني كنت قسمت او يا ريتني كنت اجلت. والله ساعتها يعني لا يفيد الندم ولا يفيد البكاء خالص. يعني انا قلتها عشان اريح ضميري، لان بصراحه انا من ساعه ما كنت في ثانويه عامه بشوف الفيديوهات دي مستفزه. طب ما هو لما انت مثلا عارف حد بدأ من شهر 3 وجاب 99%، ما عملتش ليه زيه وبدأت من شهر 3؟ يعني ليه بدأت من 7 يا دحيح يا دكتور؟ فيعني اعقلوها كده. انا مش بحبطكم، بس بقول لكم حاجه واقعيه، وبقول لكم اللي يرضي ضميري. هتختلفوا هتتفقوا معايا، انا ماليش دعوه، بس انا بقول لكم اللي في ضميري. طيب تاني، طب انا لو فاضل لي مثلا ماده او اتنين وبدات دلوقتي، هلحق المهم بالتكنيك ده؟ وهتلحق وهتظبط دنيتك. اصل فكره ان هما مادتين غير مثلا ما يكونوا 7 مواد، فشتان الفرق. لو انت بادئ في المواد اللي فاتت ومظبطها، حتى لو مثلا كنت في حاجات واقعه دي تتلم. المهم ان انا بادئ وعارف المنهج وعارف الدنيا ماشيه ازاي. انما انا ميح خالص ما شفتش اي حاجه، لا طبعا مش هينفع. الناس اللي فاضل لها حاجات بسيطه تبدا يلا وتجهز نفسها، وهتلاقوا فيديو الخطط اللي انا عاملاها، خطه المذاكره، الخطه شهر يعني بتخليك تعدي على المنهج كله في الشهر ده. فشوفوها وامشوا عليها، وصدقوني يا جماعه يعني ربنا بيجازي المجتهد جدا. اعمل واضغط على نفسك، حتى لو كنت قصرت في الاول مش مشكله، المهم انك بدايه جديده وهتبدا، وتوكل على الله وشد حيلك.